عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ بخير وسعاده. معاكم حسين من اجل فورم من كام، واهلا بالكلاسيكو. بس عندي رساله مهمه، عندي رساله لفرانك دي يونج. انا بحبك قوي، انا بعشقك قوي، انا بكرهك قوي. انا النهارده عملت لك انفولو النهارده على الانستجرام. فانا ما اعرفش ليه الاستاذ هانز فليك معجب بيك كده وبيديك الجاكيت بتاعه في ماتش الكاس، وانتوا ضيعنا ماتش بتاع اتلتيكو بلباو. انا بكرهك يا دينج حرفيا. الرساله التانيه للاستاذ ليفاندوكا، انا تعبان منك، انا جالي صراع نفسي بسببك. انا اتخنقت منك ومن بلد اباطك اللي بتعملها غلط. انت مهاجم صريح مش بتنزل لتحت. احنا هنلاعب ريال مدريد، هنلعبه بالمنظر ده، هنشيل قبح وهتبقى الفورة من 4. يلا نرجع لفيديو تاني. برشلونة يفوز على اتلتيكو بلباو 2-0، ريال مدريد يفوز على ريال مايوركا 3-0، والفورة كانت من 5، وخلاص هيقابلوا بعض يوم الأحد الساعة 9. ولكن أنا عندي شوية نقط هنتكلم عليها بخصوص برشلونة وريال مدريد، وهنعرف يوم الأحد ايه اللي هيحصل فيه، عشان أنا مش متفائل خالص. فقبل ما نبدأ الفيديو تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس. معاكم حسين من فورة من كام. يلا نبدأ. قبل ما نبدا معلش، في نقطة مهمة جدا استوقفتني في الجول الثالث بتاع رودريجو، وهي ان بلينجهام ضرب ماثيو، اللي كان قال تصريح على فينيسيوس جونيور ان هو هيديله الضربة القاضية اللي هي الكي او، وهيكسره بعد 10 ثواني، وان هو هيكسب الماتش ده. هو كان في ماتشين، الماتش ما بين ريال مدريد ومايوركا، والماتش الثاني والاهم وكان السخن جدا ما بين فينيسيوس جونيور وماثيو. بس الفكره يا جدعان ان بعد الجول الثالث حرفيا ان بلينجهام ضرب ماثيو على راسه، وحصلت خناقه كبيره جدا ما بين اسينسيو، اللي هو اسينسيو المدافع، وما بين ماثيو. ويعني الواد اسينسيو شكله كده دخلت ايه سيرجيو راموس، والبوسه الجميله اللي اداها له قال له جيت اعود يوصلها قال له كده بالظبط، اطلع بره مش ناقصاك. وطبعا فينيسيوس جونيور يعني انتوا عارفين ان هو اسهل لاعب في العالم ممكن تطلعه بره الماتش، وده هيفيدنا جدا، يفيدنا جدا في الماتش بتاع برشلونه. وخلي بالك انت لو طلعت فينيسيوس جونيور من الماتش 50% مش هتلاقي فينيسيوس جونيور خالص، وهيركز اكتر مع الشخص اللي هيعمل معاه المشكله او اللي اتعمل معاه المشكله. فده نقطه مهمه جدا. يا ريت لو كوندي هيلعب، واكيد طبعا بنسبه 100% ان كوندي هيلعب، ناوشه شويه، عكشه شويه كده، فاهم يعني ايه؟ خليه ايه يطلع بره الماتش، ان هو اسهل لاعب في العالم تنكشه وهيطلع بره الماتش مستريح، يبقى مكسب كبير جدا ليك. فيا ريت نركز في النقطه دي. وسخ وقله ادب عادي، مفيش اي مشكله، دي كوره يا معلم. فصباح الفل، طلعه من الماتش عشان مش ناقصه، وعشان في كميه حاجات هقولها في الفيديو ده مرعبه مرعبه جدا. برشلونه كسب اتلتيكو بلباو 2-0. الاداء مش مبشر خالص خالص بنسبه مليون في الميه. انا ما اعرفش الناس شايفه ان برشلونه كان كويس من ناحيه ايه، وشايف ان في بعض اللعيبه في برشلونه كانوا كويسين. يعني مثلا بدري انا كنت شايفه كويس لحد الجول الاولاني، ما عملش اي حاجه تانية واو، يعني ما عملش يعني غير مثلا كام باصه ما شفتوش تاني بعد الجول الاولاني، دي من وجهه نظري انا يعني. وحتى كمان يوم ما ظهر بقول لك في ربع ساعه، وفي اخر الشوط الثاني في الدقيقه حاجه و80 ما عملش اي حاجه. عندنا مشاكل في خط الدفاع، عندك خط الدفاع عموما يا جدعان مش متقارب مع بعض، من ناحيه الدفاعيه اللي انت ممكن تتضرب باي كوره من اي حته، يمين شمال في النص هتتضرب. الاوفسايد تراب مش معموله كويس، عادي مش هي زي بتاعت اول الموسم. قارنت انت هتلاعب ريال مدريد ب4 لعيبه، العيال كلهم نفسات، والعيال كلها بتعرف تشوط. وخلي بالك قوي ان برشلونه ما عندوش التسديد. خلي بالك نص الملعب بتاع برشلونه ونص الملعب بتاع مدريد اللي يفرق في كل ده مين؟ التسديد. فالفيردي بيشوط، كامافينجا بيشوط، بيلينجهام بيشوط، فينيسيوس جونيور لو اتاحت الفرصه دي بيشوط، امبابي بيشوط، رودريجو بيشوط. انت عندك مين اللي الشووت الجامد؟ هم 2، يا رافينيا يا لامين يامال. ما عندكش حد شووت جامد. واندوفسكي لو ربنا اراد ان هو ينفخ في صورته ولو شاط يعني الله اعلم، يعني ممكن ما تجيش. فخلي بالك ان سلاح التسديد هو هيبقى النقطه الفاصله ما بين برشلونه وريال مدريد في الماتش بتاع يوم الاحد. خلي بالك التسديد. لو جينا نقارن ما بين الجول كيبر وبين الجول كيبر يعني تشيزني وكورتوا، طبعا يعني التفوق اكتر هيبقى لكورتوا، يعني بعامل طبعا ان كورتوا بيلعب اكتر، هو في يعني رجله في الملعب. تشيزني لسه راجع
من اعتزال ورجع تاني على برشلونه. طبعا غير ان هو اصلا بيشرب يعني سجاير كوكو بيفرط، يعني صحته على قده. هو جول كويس وجول جامد خلي بالك طبعا، بس حساسيه المطوشه مش عنده. اعتقادي الشخصي يعني ان هانز فليك ممكن يديله الماتش النهائي على حساب بينيا، لان بينيا اتاخر 4 دقائق تشيزني لعب مكانه، ودي نقطه تحسب جدا لهانز فليك في الانضباط مع لعيبه برشلونه. فعندك ان يعني ادفانتج احسن لمين؟ لكورتوا. عندك خط الدفاع، خط الدفاع انا شايفه متكافئ. ليه بقى؟ هنا عندك كوندي، هنا عندك لوكاس فاسكيز. صباح الفل. لوكاس فاسكيز اصلا باك رايت على الله ان شاء الله. كوندي خيبتها من الاخر، مش باك رايت نهائيا، لا هجومي ولا دفاعي مع احترامي ليك. يعني فينيسيوس جونيور هيستغل كل فرصه او كل ثغره في كوندي اللي هي عنده اصلا، ولازم اصلا ان لامين يامال يغطي معاه. فانت عندك دلوقتي ان لوكاس فاسكيز عادي، لا هجوميا ولا دفاعيا. سيبك من الاوفر اللي عمله، سيبك من الجون الثالث اللي عمله لرودريجو، عادي ده اوفر كل فين وفين. هو اصلا مش باك رايت ولا كوندي باك رايت، فالاثنين ضبش في بعض. الباك ليفت مندي وبالدي، يا لهوي الاثنين اعبط من بعض، الاثنين اضحك من بعض، الاثنين ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه. يمكن التفوق النسبي شويه لمندي في الحاله الدفاعيه، بس هجوميا بالدي يتفوق عليه برضه نسبيا. كده كده مندي لا بيدافع ولا بيهاجم، بس لو هو الماتش تكتيكيا هيبقى دفاعي بس، مندي هيأدي لك، مش هيعمل لك اي حاجه غير دفاعي، هيشلت وبتاع وهيعمل اي حاجه بكوره كده ايه عفويه، ده بتاعت الريل اللي بتطلع على الانستجرام او التيك توك بس. يعني غير كده مش هيعمل اي حاجه، وساعات اصلا دماغه بتفلت وبتهب منه فبيعمل حاجات غريبه في الكوره. فصباح الفل. وبالدي الناحيه الثانيه انطلق او ما انطلقش على حسب الغزاله بتاعته. هو اصلا انا بالنسبه لي هو اضعف واحد في منظومه فليك. يعني هو وكوندي، لا بالدي الاول وبعد كده كوندي في المنظومه اللي هي بتاعت هانز فليك. بالدي بغزاله او بالدي بحالات، مش ده بالدي اللي طلع مع برشلونه في اول ماتش ليه قدام بايرن ميونخ مع كومان، اللي كان بيجري، وكان الونسو ديفيز الثاني جري وبتاع واوفر واختراقات. فبالدي متفوق هجوميا شويه، مندي متفوق دفاعيا بسبب لو ريال مدريد هيلعب دفاعي. غير كده الاثنين اعبط من بعض. الاثنين سيرد باك، عندك كوبارسي وعندك انياجو مارتينيز، وعندك الناحيه الثانيه روديجير وتشاوميني، او هيلاعب راؤول اسينسيو. متكافئه شويه، بس التفوق اكتر لمين؟ روديجير، لان روديجير لعيب كحيت، لعيب يعني عارف بيعافر على كل كوره، لعيب راسي. خلي بالك ان هو راسي وبيطلع بالكوره وبيهاجم، عكس انياجو مارتينيز او كوبارسي. عندك روديجير هو يعني يمكن هو الاحسن في خط الدفاع، خبره اكتر، خبره واختراقات زي ما قلت لك يعني. بس يعني عندك برضو ان كوبارسي لعيب راسي، انياجو مارتينيز لعيب راسي، بس انا عندك مشكله في قصه الاوفسايد تراب، ان لو الاثنين سرحوا هنلبس فوره مش هتبقى كويسه خالص. فرقه الدفاع بتاع برشلونه وريال مدريد عادي، الاثنين زي بعض، يعني ممكن الاثنين يتضربوا عادي بسهوله، الاثنين ممكن يخترقوا باي سهوله عادي من الوينجات او من النص بكوره واحده بباصه واحده، زي الكوره بتاع اسيست كاسادو لليفاندوفسكي اللي جاب الجول، كان الجول الاولاني. فانت ممكن برضو تضرب خط الدفاع بتاع ريال مدريد، وانت ممكن تتضرب كمان من الخط بتاعك، فانت عندك بالانس، او هم زي بعض في قصه الدفاع. كين على الله الاثنين خط الدفاع يمكن اميزهم روديجير كخبره، بس انما نياجو مارتينيز لعيب كحيت، لعيب رجوله، لعيب باسكي على اصوله. كوبارسي العقل المفكر، نص الملعب، وهو ده بقى مرمى الفرس. اي فرقه عايزه تكسب بطولات لازم نص الملعب بتاعها يبقى 10/10. لو قلنا نص الملعب بتاعك كاسادو، بدري، جافي، او فيرمان لوبيز، او حتى داني اولمو، فعندك الناحيه الثانيه فالفيردي ومودريتش وكامافينجا وبيلينجهام. انت عندك لعيبه كوره، يعني بدري بكاسادو بجافي لعيبه كوره، عكس مثلا مين؟ ريال مدريد مين لعيب الكوره قوي؟ بيلينجهام لعيب شوارع. انت فاهم يعني قصدي ايه؟ يعني بدري لعيب شوارع، جافي لعيب كحيت وشوارع ويجي منه، كاسادو لعيب شوارع. لعيبه بتاعت برشلونه لا كويره. ريال مدريد فالفيردي كحيت، فالفيردي مش بتاع دريبلينج وبتاع، لا انا فالفيردي عشان انا راجل المقاتل، وانا بحب قوي نوعيه فالفيردي جدا، بعشق اللعيب اللي هو زي فالفيردي ده، شويت كحيت قلبه في الملعب. انا مش هديك الفن والجمال الكروي، لا انا هديك يا باشا الشوطه الجميله
تخلص لك الماتش هيبقى ب 3 بونت او البطوله، شقلب واجري. جامافينجا لعيب كوره وشويط، وبلينجهام لعيب كوره جدا ودريبلينج عالي جدا وشويط. وادوار بدري غير ادوار بيلينجهام. ادوار بيلينجهام هجوميه يعني فاهم بشراسه مش طبيعيه، هو رابع مع 3 اللي قدام. فبلينجهام عنده كمان ان البرجر بتاعه واسع، لعيب طويل، لعيب متمكن بالكره جامد جدا، لمل النزعه الهجوميه مع 3 لقدام، لان في فالفيردي وفي جامافينجا هيقفلوا نص الملعب لو في ارتداد او هجمه مرتده عليهم، فعندك الاثنين هيسدوا عين الشمس. فانت عندك مشكله ان بدري هو اللاعب الاسطى عندك في برشلونه بس ما بيشوطش، جافي كذلك ولا كاسادو. فانت عندك مشكله كبيره جدا، تفوق لريال مدريد في قصه التسديد. وبالنسبه للنقل السريع برشلونه المفروض يبقى احسن كتيكي تاكا، لا برشلونه المفروض يبقى احسن. المفروض نص الملعب بتاعك ككوره لا يكسب خط النص بتاع مدريد ككوره كتيكي تاكا كلمسات 1 2 3، لان دي مدرستك. عكس ريال مدريد بيلعبوا على الكونتر اتاك اسرع، بيلعبوا على اللمسه الواحده اسرع. انت لعيبه خط النص بتاعت برشلونه بتلعب بتأني اكتر شويه، بيفتحوا مساحات اكتر، طولة بال قوي في قصه ال1 2 3. هو ممكن يتفوقوا عليك كتسديد بس. فعموما ان خط النص يعني انا شايف ان هو احسن لريال مدريد في قصه التسديد. كمان كايه بقى كفيزيكال، يعني فالفيردي بكامافينجا ببيلينجهام معلش يعني بجافي بدري بكاسادو، انت شفت العيال عامله قد ايه؟ العيال كلها 140 سم. بيلينجهام مش عارف متر وايه، متر و90 باين، فالفيردي متر و80، كامافينجا كذلك. والعيال شديده، العيال جسمانيا اشد من العيال بتاعت برشلونه. ففيزيكال وشوت هم احسن من برشلونه، بس ككوره المفروض انت تبقى احسن. فهي دي بقى التكافؤ بقى. فهي المشكله دلوقتي في الشوط. الملعب بتاعهم هيتفوق بالتسديد. معلش انا باكد في الحته دي تاني عشان شفت ماتش النهارده العيال كلها بتشوت من اي حته. تيجي ما تجيش صباح الفل انا هشوت وخلاص، انت ما عندكش قصه التسديد، انت عندك التأني بالكوره اكتر منهم. خط الهجوم، خط الرعب، خط يعني الدمار الشامل النووي اللي ما فيهوش منه اتنين. نيجي لبرشلونه، لامين يامال، رافينيا، ليفاندوكسا او الاستاذ ليفاندوفسكي. خليناش نهزر بقى شويه. انت عندك دلوقتي ليفاندوفسكي من البيلد اب، متخيل؟ فهو لما بينزل بيعمل البيلد اب انت بتفضي مساحه او كمان بتريح المدافعين بتوع الخصم. بيبقى عندك لامين يامال لوحده وعندك رافينيا لوحده، فانت كمان بطيء وعمال ما تلف. يعني انت راجل كبير في السن، فواضح قوي يعني اللي انت عمال ما بتلف وهتباصي الارتداد هيجي خلاص من لعيبه الخصم. وكمان في قسم بناء الهجمه ضعيف. هجوميا شفت كل ضيعها بتاعه الشوط الثاني لما رافينيا اداها له قدام الجول. انت يعني بيموج يعني بطن رجله كده، يعني بيفتحها على الاخر. يا عم حطها في اي حته جول، لا ازاي يا معلم؟ فطبعا يعني ان ليفاندوفسكي انا مش معتمد عليه خالص، لا في الناحيه الهجوميه ولا في الناحيه بتاعت البيلد اب او بناء الهجمه بالاخص. ده في كوره في الشوط الاولاني كان كوبارسي اداها لبدري، بدري اداها ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي يا جدعان الكوره طبت اصلا ما استلمها غلط، المفروض اصلا يديها لرافينيا على طول. بدري طبعا شوح له، يعني انت بتعمل ايه يا عم؟ وطريقه ليفاندوفسكي بس في الماتش ده بتاع اتلتيكو بالباو كان بيغطي مع بالدي، وفي الناحيه الهجوميه ما يعملش اي حاجه. ففي فرق جامد جدا يا جدعان، ان خط الهجوم اصلا ان لما ليفاندوفسكي يرجع احنا هندي الكره لمين؟ لامين يامال متطرف، رافينيا متطرف، ما عندكش حد زي بيلينجهام في برشلونه غير داني اولمو. وانا شايف ان داني اولمو هو لعيب بديل احسن من هو يلعب اساسي. يعني داني اولمو يلعب اساسي مش هيديك 100%، لما بينزل بديل بيبقى جامد. وطبعا هو اتسجل هو وباو كوبارسي في الليجا، وطبعا هيلعب ممكن يلعب الماتش بتاع الكلاسيكو هو او باو فيكتور. فيعني دي حاجه كويسه برضه يعني. بس انا داني اولمو ما يلعبش 90 دقيقه، داني اولمو يلعب من الشوط الثاني تبديل كويس جدا، هو تبديل الذهبي لبرشلونه. فهو يعني داني اولمو مثلا زي بلينجهام في التوظيف. رافينيا ضيع 3 اجوان، يعني سيبك من الكوره بتاعت الفاول حطها حلوه قوي، نايس سيمون شالها. الكورتين اللي ضيعهم ما يدعوش يا جدعان. فرافينيا لو مش في الفورمه احنا هنبقى ضايعين. الامل الوحيده اللي عندك هو لامين يامال، لان لامين يامال هو الاسطى بتاع برشلونه في قصه ايه بقى؟ اسيست، مراوغات، شوط. هو عنده الثلاثه. كارلو انشيلوتي يعني هيسايب عليه 3، يعني اذا كان مندي او كامافينجا، والثالث هيبقى روديجير، لان هم ال3 دول هيحلقوا عليه.
ورافينيا اللي هيمسكه اذا كان الواد تشاوميني الله اعلم هو هيتصاب، يعني شكله هو مش هيلعب الماتش الجاي ممكن، او راؤول اسينسيو يعني هيلعب مكانه، ولوكاس فاسكيز وفالفيردي. فالمفروض ليفاندوفسكي يعني يكون في الفورمه ويجيب فورمه الماتش بتاع 4-0 بتاع البرنابيو ده، وما ضيعش بقى، يعني يرجع شويه يا عم ليفاندوفسكي بقى. انا اتخنقتني بجد والله العظيم ثلاثه، وانا هعتمد على ليفاندوفسكي مش حبا فيه عشان هو الوحيد المهاجم، اكيد ولا فيران توريس ولا باو فيكتور، بص مع احترامي يعني الاثنين دول يعني، ولا من غير احترام حتى. فانت ما تعرفش بقى يعني ليفاندوفسكي هيعمل ايه، ويا ريت ما اشوفوش تحت، يعني ريت هانز فليك يخليه يقول له خليك قدام والكره تجيلك والقلتش اللي انت يجي لك التوش على طول، فكك بقى من اي حاجه، ما تضيعش، يا ريت بس ما تجيبليش جولين وتضيع لي قصادها ثلاثه الله يخليه. فعندك لامين يامال لو فايق ورافينيا فايق لا هيفرقوا قوي جدا مع برشلونه، مع لعيبه خط النص الكويره وينجات بتوع برشلونه يشوطوا، اذا كان لامين يامال او لرافينيا او حتى المهاجم بتاعنا ليفاندوفسكي يشوط، يا ريت يعني لازم نشوط لازم نشوط لازم نشوط. نيجي بقى لخط هجوم ريال مدريد، اوبا الله لا، يعني الصلاه على النبي الدمار الشامل يا معلم، صباح الحرت والنحت والحرفنه والسفاله وقله الادب وبلاس 18 وكل حاجه. فينيسيوس جونيور الصلاه على النبي اول واحد، لازم لامين يامال يدافع مع كوندي مع حد ثالث من خط نص برشلونه، بدري جافي كاسادو اي حد، لازم يعني الاستاذ فينيسيوس جونيور يكون معاه على الاقل لاعبين اللي هم الوينج لامين يامال وكوندي، عشان مش واثق في كوندي ولا واثق حتى في لامين يامال في الدفاع، بس هي زاد عدديه وخلاص، وواحد ثالث كمان معاه اذا كان كوبارسي لو هيلم مثلا كوندي فكوبارسي يقابل عليه، وواحد من نص الملعب لازم حد يطلعه عن شعوره. فينيسيوس جونيور لازم يعني شويه اجلي فوتبول وقله ادب وسفاله، عشان الواد ده لو اتسوح هنقلل خطوره، وهيركز بقى في الايه في التصريحات وبتاع والمز وبلعب كوره بس، ففكك بقى من جو يا عم فينيسيوس. فانت حاول خرجوه عن شعوره يا جدعان، هو بيخرج بسرعه والواد بيجي ايه بسرعه خالص، يعني زي الواد مافيو ضيعه طلعه من بره الماتش، مش مركز في الماتش يا باشا، فيا ريت يحصل مع فينيسيوس جونيور كده. المهاجم الثاني او يعني الناحيه الثانيه رودريجو، تقاوي الفما حاجه عامل زي التقاوي بالظبط، حط له ميه تكبر 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 تكبر، وفجاه يجي لك في كره واحده في تمركز صح زي الجول الثالث كده اوفر من فاسكيز، اوفر جميل جدا يشوطها تيجي جول او بالهيد، وسبحان الله الجول الاصل بتاع بلينجهام الواد فينيسيوس اداها له حلوه قوي بالهيد، جابها على يمين الجول. امبابي ركز معايا، فينيسيوس جونيور خدها من ناحيه اليمين يعملها بالهيد، تيجي في العارضه تيجي لامبابي الجول يصدها، تيجي لبلينجهام سبحان الله طبعا الكوره لازم تيجي. يعني الصراحه الواد بلينجهام كان حلو قوي في الماتش ده، يعني بالنسبه لي كان مان اوف ذا ماتش بامانه، يعني بلينجهام هو مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي الماتش ده بتاع ريال مايوركا، يشوطها بشماله ولا يشوطها بيمينه تخترق خرم الجول وتخترق خرم الدفاع. شفت كام لاعب في منطقه ال 18؟ فينيسيوس جونيور، رودريجو، امبابي، بلينجهام، وراهم كامافينجا او فالفيردي، لازم تعمل زون ديفنس عالي جدا على الاربع لعيبه دول. فهو شغل تكتيكي وشغل بدني عالي من هانز فليك، وبيحللوا لعيبه ريال مدريد نفر نفر. شفت الجون الاولاني جه ازاي؟ اربع لعيبه في خط ال 18، ربنا يستر ايه اللي هيحصل. وطبعا تمها بقى كيليان امبابي او شبيه امبابي، ربنا ده كمان ده مصيبه. يعني كان بلينجهام بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش بامبابي الشوط الاولاني، ابوي رجع لامبابي كده بتاع 2000 وكام بتاع كاس العالم بتاع 2022 اللم بقى وعايز يشوط وبتاع وعايز يرجع للفورمه. يعني الله يكون في عون دفاع برشلونه، الله يكون في عوننا احنا كمان، خط الهجوم بتاعهم هو احسن من خط هجومنا ب 100 مره بامانه الله كاسامي، بامانه يا جدعان واحد يقول الحقيقه. خط هجوم سرعات وفينش وتسديد، الثلاثه بيسددوا، ومعاهم بلينجهام ادي اربعه بيسددوا، الاربعه بيشوطوا، والاربعه بيرقصوا النجيله. فلازم يعني هانز فليك يعمل احتياطاته عشان ما نشوفش برضه قصه الاوفسايد تراف في ماتش 4-0 الشوط الاولاني، الواد امبابي وقع في كذا اوفسايد، له برضه ستر ربنا ان كل كانوا اوفسايد وجاب منهم جول. جونيور برضه كان يعني في اول الماتش برضه كان يجيب جول. اختراقات بتاع خط الدفاع ولا نعمل الاوفسايد تراب ده لازم تعمل بالسنتي. انا شايف صراحه ان خط الهجوم بتاعهم يتفوق على خط هجومنا بسبب اللي احنا ما عندناش اي يعني فرايتي في خط الهجوم بتاعنا.
واللي كمان هم عندهم مين بقى في التبديلات؟ ابراهيم دياز اللي هو لعيب اندر ريتد في ريال مدريد. ابراهيم دياز يا جدعان انا كل شويه بتكلم عليه، الواد ده مش واخد حقه، الواد لعيب كوره. شفت الاسيست الجون بقى اللي هو الثاني بقى، شفت كان هيديها لامبابي والواد المدافع فيلجنت ده جابها في نفسه. كان تبديل ابراهيم دياز، يوم 5 بيلعبوا كوره يا جدعان، واحنا عندنا مين؟ فيران توريس لا انا تعبان، لا تعبان بجد. فيران توريس وعندنا دومينيجيز وعندنا اسمه ايه الواد جيرارد مارتن لا تبديلات جامده يعني. مش اي اوبشن اصلا انت تغير يعني مثلا لامين يامال بوينج ولا رافينيا بوينج، ما عندناش وينجات، ولا ليفاندوفسكي. هو ممكن باو فيكتور وبرده مش هعتمد على واد صغير. فهم عندهم الصراحه فرايتي عاليه جدا، منهم عندهم كميه اصابات كتيره جدا. بس يعني بص يعني ماتشات الكلاسيكو دي عموما يعني ما حدش بيتوقعها. انا الصراحه يعني من وجهه نظري انا متشائم بامانه الله، مش هضحك عليك. الماتش بتاع اتلتيكو بالباو ده خداع، خداع جدا. بس يعني انا مش ضامن برشلونه في النهائي بتاع يوم الاحد، وخايف نبلع 4 زي ما بلعناها السنه اللي فاتت. كان يوم ماتش مصر وموزمبيق واول فيديو ليا. انا الصراحه مش متفائل خالص. هم عندهم قصه بتاعت معلش هيدا تاني مليون مره، التسديد التسديد التسديد. المطلوب من هانز فليك ان هو يدعي بامانه ده اول حاجه، يدعي يدعي. وكمان اصلا ان مستوى برشلونه من شهر 10 ضايع او من شهر 11 ضايع. طبعا يعني ريال مدريد داخل الماتش ده نفسيا اعلى منك، غير الماتش بتاع 4-0 الدنيا اتقلبت في الدوري، انت بقيت الثالث هو بقى الاول، مع ان اتلتيكو مدريد ليه ماتش اصلا لو كسبه يبقى الاول. فرق بقى 5 ما بينك وما بين ريال مدريد و6 ما بينك وبين اتلتيكو مدريد. الدنيا اتقلبت خالص، هم اصلا داخلين بمعنويات عاليه جدا وانت داخل بمعنويات واطيه جدا على المجهود البدني. وان العيال دي لسه اصلا كمان يعني العيال دي طبعا ما تاخدش منها حاجه. يعني انا مش متوقع حاجه من برشلونه السيزون ده خالص خالص. يعني انا كنت متوقع ان احنا ناخد الدوري، وكنت صراحه يعني كان عندي يعني زرهان كده يعني ناخد الدوري. اللي حصل لبرشلونه ده غريب بالنسبه لي، انا ما متوقعتوش كده. يعني انت طلعت الصاروخ ونزلت نازله مالهاش اي 30 لازمه، والدوري ضاع شكله خلاص. فانا مش هتعشم في برشلونه نهائيا الا لو خدنا بقى الدوري ده، ما اعرفش ازاي يعني، او تاخد كاس. ان الجيل ده محتاج ياخد بطوله مع هانز فليك. فيعني يا ريت يا ريت يوم الاحد ناخد البطوله، ما اعرفش ازاي. انا بالنسبه لي انا 70 30، 70 لريال مدريد و30 لينا بامانه. مش هضحك عليك يا معلم، ما عنديش تفاؤل خالص بالفرقه. هنشوف برشلونه هيعمل ايه. يعني يا ريت اكون مثلا يعني ايه يعني قلت الخلاصه، يعني عشان كنا الفيديو مثلا يكون طول، بس يعني ايه جبت لك الخلاصه عارف انت بصباح الفل يعني بالبلدي، يعني قعده قهوه عادي يعني مش تكتيكان قوي يعني. انا قلت لك مثلا نقط الضعف والقوه ما عند الفريقين. يا ريت اكون وفقت في الحلقه يعني. لو يعني عجبك الفيديو يا ريت تعملوا لايك شير سبسكرايب وفعلوا زر الجرس. انا حسين فرق من كام. مش متفائل يوم الاحد خالص. السلام عليكم.